طالما اتكلمنا عن حياة أحمد زكي، في واقعتين، يعني ناس كتيرة بتتوقف أمامهم. هل أحمد زكي فعلا كان هيتجوز نجلاء فتحي؟ طبعا كل العالم كان عارف ان في قصة حب كبيرة قوي بين السيدة الفاضلة نجلاء فتحي وبين أحمد زكي، وده مش حرام يعني، ده الطبيعي. ده اي اتنين في شركة فبتاع ساعات يحبوا بعض، فالاتنين من كتر شغلهم مع بعض حصل بقى في قصة حب بينها وبينه. والسيدة نجلاء على فكرة أنا أشهد ليها، ربنا يا رب يديها الصحة، ست مش من النوع اللي بتحب بسرعة أو سيدة هايلة تنقي مين. فهي لما حبت أحمد زكي حبته لأنه بني آدم يتحب، بني آدم لطيف مجامل، حبه كل الصفات الجميلة اللي فيه خلتها تنجذب إليه، ويعلن أكثر من مرة إنه خلاص هيتجوز وهيتجوزها. أنا كنت فرحان قوي إن هو يتجوز فعلا، لأن كانت نجلاء الشهادة لله، كانت تعشق ابنه هيثم. يعني تعرف لما بحبك بحب اللي معاك بحب اللي حواليك طبعا هيثم. وكانت تتمنى في يوم من الأيام إن هي اللي تربي هيثم بقى بعد أمه اتجوزت وراحت وتوفت بعد كده، تتمنى إن كانت هي اللي تربي هيثم ورحمة الله عليه يعني. فكل شوية يدي موعد، ولغاية آخر مرة على ما أظن اتفقوا على الشبكة وأعلنت وبلغت صحابها وبلغت الأسرة وبلغت، ويومها ما راحش كالعادة. يعني هو كان غاوي الحكاية دي؟ لا هو بيهرب وبيجي ساعة الجد ويهرب. الست دي عملت ايه؟ رايحة تاني يوم كان في إحدى أقربائها العظام من عائلة كبيرة وعائلة محترمة، وكان شغال في دولة الإمارات وبتاع، واتخطبت لي وأعلن تم خطبة الفنانة نجلاء فتحي من قريبها كذا كذا. هو شاف كده اتجنن، فكلمها قال لها عايز أشوفك. قالت له أنا مخطوبة دلوقتي وبتاع. لا عايز أشوفك، عايز أتكلم معاكي. راحت قابلته، ركب العربية، دخل في طريق مصر اسكندرية الصحراوي، ساق بطريقة جنونية. هي عشان جسمها رفيع وإلى آخره راحت زنقة ايديها في سقف العربية ورجليها، وراح قالب العربية بيهم هو وهي يجي 4-5 مرات. العربية اتدمرت على أساس إن هما الاتنين يموتوا. هو طبعا كل اللي حصل إن دغدغ ركبه وظهره ورجليه يعني هو كان قاصد إنه ينتهي؟ قاصد طبعا، والحمد لله ربنا نجاها الست من غيره. ورحت له المستشفى لقيتها قاعدة جنبي، ما مدى قمة الحب والوفاء والإخلاص مع الست، قاعدة جنبي. وأول ما دخلت حتى بقول له سلامتك يا أستاذ في إيه بس؟ قلت له شاف صاحبك، وباظت الجوازة. هي كانت صحيحة خفيفة الدم يعني، ومش في دماغها. لغاية بقى ما جم وخلاص، وبعد كده ما قام بالسلامة واتفقوا إنهم يتزوجوا خلاص. ما راحش برضه يوم الفرح. بعديها على طول ارتبطت بالمرحوم الأستاذ الكبير طبعا قيمة وقامة الأستاذ حمدي قنديل، وعاشت معاه أجمل أيام، على أساس إنها تخلص من السيرة الذاتية بتاعت أحمد زكي، وإنه خلاص يعرف الناس اتجوزت وست خلاص قعدت في بيتها ومع جوزها وحياتها ما لا اقتراب ولا تصوير. شريف عارف مصر، صفحات يقلبها معكم الكاتب الصحفي شريف عارف.